الترجي الرياضي التونسي ينتدب اللاعب المغربي عماد فرج، والمفاجأة الكبرى ميركاتو الترجي ما يتوقفش عند هذا. حسب آخر الأخبار والتقارير الترجي يتوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب المغربي عماد فرج، واللاعب في طريقه إلى تونس لإمضاء العقود. لاعب المغربي يلعب جناح أيمن، عنده ساق يسار ما شاء الله، لاعب إمكانيات كبيرة وإمكانيات جيدة، وشفنا فيديوهات متاعه لاعب في الوان تو وان، مراوغ جيد جدا، حاسم قدام المرمى، لاعب باش يفيد الترجي برشا. والمفاجأة الكبيرة انه ميركاتو الترجي مازال ما وفاش. المدرب ريجي كامب يطالب إدارة الترجي بانتداب مهاجم سوبر وانتداب ظهير أيسر عصري. هذا من المدربين اللي نحبهم في الترجي الرياضي، مدرب ما يكتفيش بالموجود، مدرب ما فماش عنده عقلية الحضري زازي وحضرية الترقيع. لا، اللاعب معناتها بعد كل الميركاتو قام به الترجي وكل الانتدابات هذه وميركاتو رائع ورائع جدا من إدارة الترجي، لكن ريجي كامب ما زال غير راضي على الإفكتيف وما زال يطالب بانتدابات أخرى. إن شاء الله بحول الله مع إدارة جديدة متاع الترجي بقيادة شكري الواعر، إن شاء الله في توجه جديد وإن شاء الله في ثنية صحيحة، وبحول الله إذا كانت تتم الانتدابات هذه باش نشوفوا الترجي بوجه مغاير جدا 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 الموسم هذا. تابعونا أكثر جديد. وشنو رأيكم؟ هل ريجي كامب عنده الحق في اللي طلبوا، ولا تراو أن الترجي هكا يكفيه؟ أعطيونا رأيكم في التعليقات.